إلى مقر اللجنة الرئيسية للحكام، لجنة الحكام السعودية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم الدولي فهد المرداسي، والتقى برئيس اللجنة عمر المهنا. وأبدى فهد المرداسي اعتذاره عما بدر من تصريحات في وسائل الإعلام تجاه اللجنة. وأكدت مصادر الجولة أن الحكم المرداسي لم يقدم خطاب اعتزال خطي إلى لجنة الحكام بشكل نهائي، وأنه يعني لم يجري فهد المرداسي أي حديث مع أي مسؤول في لجنة الحكام حول نيته الاعتزال، وأنه كل ما حدث أنه ظهر في حديث تلفزيوني قال أنا بعتزل. ويعني من جانبه يعني قبل رئيس لجنة الحكام الأستاذ عمر المهنا اعتذار الحكم المرداسي، وأوضح أن الاعتذار لن يوقف تكملة الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بحق ممدوح المرداسي. مصادر الجولة تؤكد أن الحكم فهد المرداسي قد اجتمع ظهر اليوم مع الأستاذ فيصل العبد الهادي أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثم توجه بعد انتهاء اجتماعه مع فيصل عبد الهادي إلى مقر لجنة الحكام الرئيسية بالرياض. أبو نواف، في اعتقادك طيش الشباب زلة لسان أم صفقة؟ لا والله أعتقد أنها طفرت قهر. من يعني الرجل تعرض بعد مباراة الحزم والتعاون إلى هجوم كاسح من صراحة من الفريقين، من الاثنين كلهم. وفهد كحكم طالع بقوة، وحكم اعتبره الآن الأول في السعودية رغم يعني سنه الصغير. لم يجد مساندة من لجنة الحكام، بل وجد أنه اللجنة ضده أيضا. يعني من أخطاء عمر مهنا في إدارة اللجنة أنه أصبح يهاجم حكامه على المكشوف، يعني بدل ما يدافع عنهم أمام الرأي العام ويناقش مشاكلهم داخليا، أصبح يتكلم على المكشوف وبأسلوب أعتقد أنا يعني يؤثر، ينعكس على الحكم وعلى الجمهور أيضا وعلى الفرق، أصبح يأثر عليها. يعني الحين يطلع فريق يقول لي أنا ما أبغى المرداسي يحكم لي. هاي عملية انتخابية ولا اختيارية هي؟ أو نحط لهم خيارات، اختار واحد من ثلاثة. الظاهر إنه يعني المهنا في الحالة دي ما عنده مانع من مستمر رئيس لجنة والسلام. تركي، ايش تعليقك؟ أنا أعتقد أن هذه يعني فرصة. لا أنا أعيد السؤال مرة ثانية، سألت أبو نواف في اعتقادك هي صفقة أم يعني زلة لسان أم بروباغندا كانت إعلامية؟ الاعتزال وبعدين التراجع عنه وفوجئنا أن ما في خطاب اعتزال وأن السالفة كانت تصريح تلفزيوني. أنا أعتقد أنه يعني هي رسالة يحاول يعني فهد المرداسي يوصلها، ليس كحالة خاصة. هو فهد المرداسي ليس حالة خاصة، بل هو يتحدث عن التحكيم في السعودية بشكل عام. وأنا أعتقد أنه جميل أن تجد شخص جريء يخرج للإعلام ويتحدث، وأنا أعتقد أنه هذا شيء نحتاجه. يعني دائما لجنة الحكام تحيط نفسها شوي بسرية، ما ندري ليش، ولكن أنا أعتقد أنها فرصة لإعادة النظر في الحكام السعوديين. فيعني نتكلم مع كثير من الحكام نجد أنهم دائما يعني يتذمرون من الوضع المالي، من الوضع الغير منظم بالنسبة للحكام، من معاملتهم معاملة سيئة، من عدم حمايتهم. هناك العديد من القضايا، وأنا أعتقد أنه نحتاج فعلا لتطوير الحكم السعودي. أنا أعتقد أنها مسألة استراتيجية. كيف يا تركي؟ خلينا نتكلم كلام عملي بدل ما يعني بلاش نلقي للناس نظريات. شلون أطور الحكم؟ كيف؟ صحيح. الناس يبون فلوس، ما عندك ميزانيات. المكافآت محدودة لأن ما عندك ميزانيات متأخرة. رؤساء الأندية لا يمكن أن يسمحوا بتحول الاتهامات إليهم فيرمونها على لجنة الحكام أو على لجان اتحاد كرة القدم. ما يعني طبخة معروفة. يعني أنت أعطيتني يعني العقبات، خلني أعطيك جزء من الحلول. أنا أعتقد أنه أول الحلول هي اختيار الناس المناسبين للتحكيم. أولا يعني لما أنت تبغى توظف أي شخص تحتاج تضع مواصفات معينة لمن يعني يتناسب معه هذا الشخص. يعني أنت وظيفة معينة. ما عندك شيء مغري يا تركي، ما عندك شيء مغري. معليش. درجة التفكير ودرجة التعليم ودرجة الثقافة والدرجة الاجتماعية الجيدة، يعني مع احترامنا وتقديرنا للجميع، يعني الناس اللي موجودين مغامرين. ايش اللي موجود عندك يغري عشان نجيب النوعية هذه؟ انت كلها مكافأة مكافأة فضيحة، يعني مبلغ بسيط ما يسوى المهانة. يعني صحيح، أنا أوافقك. أنا والله كتبت مقال عن الحكم السعودي،
وقلت أنا أستغرب أنه في شخص في السعودية لديه الرغبة في ممارسة التحكيم. يعني أنا ما أزال إلى اليوم أستغرب أنه في ناس عندهم الرغبة أنهم يحكمون. طيب أين الحلول؟ يعني أين الحلول تفضلت فيها؟ تقول عطني حلول يلا. لا تقول لي اختيار الناس كويسين، خلينا نعدل أول شيء عشان يصير المكان مغري. معليش أنت أصلا عشان تحول التحكيم إلى تحكيم مغري وتستقطب ناس جيدين وناس لديهم قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الجمهور ومواجهة الضغوط، أنت تحتاج لرفع السقف، تحتاج لدفع مبالغ أكبر، لأنه أنت أي صناعة إذا ميزانيات تبغى فلوس، تحتاج فلوس خلاص، هي تحتاج فلوس بكل تأكيد. طيب بكل تأكيد لما يطلع رئيس نادي يصرح على الحكم وتسكت عنه، ورئيس ثاني تعاقبه، ورئيس تطلع البيان باسم منسوبي النادي، وبيان تطلع باسم رئيس النادي، ولاعب يطلع يتكلم وانت تقفل اذانك، يعني ولاعب ثاني يعني على حسب اللون، على حسب طوالة اللسان، صارت السالفه كذا. يعني مع الاسف اللي قاعد يصير الان في الاسبوعين الماضيه يؤكد ان العمليه فيها خيار وفقوس، ما هو في عداله. صحيح. شيء يسمعونه وشيء ما يسمعونه، واضحه خلاص بانت. مع انه على فكره ترى حمايه الحكام وانتقادهم يعني من اي جهه هو من الاشياء اللي دائما تعرض اداريين الفرق والمدربين واللاعبين للايقاف. طيب يعني فيرجسون تعرض للايقاف 5 مباريات، ليس لأنه انتقد الحكم وتحدث عن الحكم، ولكن لأنه قال كلمة بسيطة، قال لي أنا من شفت أنه من عين هذا الحكم للمباراة وأنا يعني عرفت أنه راح يكون في مشكلة في المباراة. طيب. لم يتحدث عن الحكم، ولكنه قال يعني شيء يدل على هذا الموضوع، أوقف 5 مباريات. أوكي.